سيتي وبي اس جي. لا ما تتحمسش قوي كده، فرقتين خايبين في دوري الابطال يا بيه. سيتي في المركز ال 22 وباريس في المركز ال 25. فانا المفروض اطلع اقول لك ماتش قمه، فرقتين جامدين وبتاع، بس هو ماتش بين فرقتين معاهم فلوس. واحد جاب كفاره، جماهير نابولي بتبكي في الخلفيه، والتاني جايب مرموش وخوسانوف ده ولاعيبه كتير قوي في الشتاء، والاثنين بيصرفوا عشان ينقذوا الموسم بتاعهم. لان باريس ماشي كويس في الدوري الفرنسي، بس في دوري الابطال خيبه وكسب، والسيتي لا ماشي كويس في ده ولا ماشي كويس في ده. ولكن لعيبه السيتي شكلها جايه فوقان، وخصوصا بعد الصفقات، رايح لباريس على ملعبه. ولكن اتوقع وبكل بساطه ان السيتي هيرقع باريس 3-1 بقى 3-2، بس السيتي هيجيب 3 اجوان وهيكسب. لان على الورق السيتي اقوى من باريس في كل حاجه، حتى وهم مش فايقين كده. باريس دي فرقه مسخه وبتلعب في دوري الفلاحين اللي قال عليه رونالدو اقل من الدوري السعودي، وعنده حق وربي. يعني اول الدوري الفرنسي ال 25 في دوري الابطال يا راجل، ده الهلال السعودي ممكن ينافس على اول 8 في دوري الابطال. فمن غير افوره وتريقه كتير، يعني باريس هيترقع على ملعب. وخلص الماتش وتعالى الملك التوقعات، عشان لما السيتي يكسب 3 تجي لي وترفع لي القبعه. يا جماعه الموضوع كله هزار، يعني التوقع لو ما ظبطش ما حدش يجي حفل، يعني الموضوع كله في الهزار. ها المهم الاهم من توقعي توقعك انت، مين هيكسب باريس ولا السيتي؟ وفي النهايه ما تنساش تعمل فولو لايك وشير لو الحلقه عجبتك، وسلام.